معنويات خلاص بتخليك تعمل كل شيء جميل في كرة القدم. تلعب بالكعب، تتناقل الكرات، تصبح هادئا، وما لا داعي اطلاقا. ما يحدث الان مباراة ماشية، مباراة ماشية بصورة راقية يا شباب. الأسرة الكريمة كما أطلق عليكم نجيب المستكاوي، لتكن كذلك الأمور. مباراة في منتهى الروعة، لا يعكرها إلا مثل هذه المشاهد إطلاقا يعني. لكن يتدخل العقلاء، يتدخل الحكماء، يعيد الأمور بعد ذلك إلى نصابها، وتعود الأمور بعد ذلك إلى منافسة الملعب فقط. حكم المباراة ملاحظ هنا أيضا الهدوء، الكل يطلب من الكل الهدوء ونحن كلنا نطلب الهدوء كذلك أيضا. تعود الأمور إن شاء الله تعالى للهدوء بعد ذلك، وتعود المباراة للاستئناف، لأننا الآن عند الدقيقة يعني نتكلم عن مباراة وصلت الآن. هو الملفت في النظر أن حكم المباراة غادر الملعب، ما أدري ليش. يفترض أن حكم المباراة أول الحاضرين يشاهد كل شيء، يسجل كل شيء، يدون كل شيء. لاحظ هنا ما الذي حدث، وبعد ذلك طبعا تطورت الأمور. حاول بعض العقلاء من الجانبين. لاحظ هنا، برافو والله برافو. لاعب أهلاوي يطلب من حمادة طلبة الهدوء، وبالتالي هذا ما يجب أن يكون من الكل. الأمور عزيزي المشاهد، لكن السوبر حتى الآن بدون حكم، بدون طاقم تحكيم. طاقم التحكيم كله دخل إلى غرف الملابس. شوف هذه اللعبة من خليفة أبو تريكة رمضان صبحي، ربما هي أثارت غضب حازم إمام الذي دخل هنا واشتبك أيضا مع حسام غالي. ما يجوز أنتم سفراء لمصر، ما يجوز هذا. لا شوف شريف إكرام يحاول تهدئة أيضا حازم إمام الذي طبعا دخل وهو خارج المباراة كما يعلم الكل لأنه مصاب، ولكنه موجود في قائمة الفريق في البدلاء. أعتقد أن الأمور ستعود إن شاء الله تعالى. هو طاقم التحكيم الآن الذي خرج من أرضية الملعب. أنا حقيقة لأول مرة في حياتي أشاهد طاقم تحكيم يترك الملعب، وما يحدث في الملعب المفترض أن يكون جزء من مسؤولياته. شايف هذا الهدف الأول الذي بدأه باسم مرسي وأنهاه بعد ذلك عمرو جابر، والصيحة هنا من جانب ضربة جزاء. تقدم كهرباء عرقل من جانب أحمد فتحي، لكن سددها بهذه الصورة، صدها حارس المرمى نعم شريف إكرامي. وبعد ذلك ضربة جزاء لهذا اللاعب الذي عرقل رمضان صبحي، وتأتي ضربة الجزاء يسجلها أسامة السعيد أو عبد الله السعيد عفوا. وبعد ذلك ضربة جزاء ثانية يترجمها نفس اللاعب لأن تكون الألوان الحمراء هي الطاغية. وهنا الهدف الثالث اللي أيضا رمضان صبحي هو من صنع الكرة، اصطدت في الشناوي، متابعة من مؤمن زكريا الذي يعالجها إلى الشباك، وعندها تصبح الأمور 3-1 لفريق. هذه اللعبة اللي ربما أثارت حفيظة لاعبين نادي الزمالك، وبعد ذلك حدث ما حدث. وهنا أيضا كهرباء مع حكم المباراة في الكرات الماضية. طبعا يقول له مو بقاصد أنا اللي هو ولاحظ السيد جوزفالدو فيريرا الرجل الكبير 69 سنة، مدرب بورتو، مدرب بنفيكا، مدرب باناثينايكوس اليوناني، درب في اسبانيا في ملقا، درب في براغا البرتغالي، بوافيستا البرتغالي، سبورتنج لشبونه البرتغالي. رجل عنده تجربة ميدانية كبيرة جدا بالمناسبة في تاريخ كرة القدم البرتغالية، والرجل الذي عاد القافلة البيضاء مرة أخرى إلى البطولات ببطولتي الدوري والكاس في هذا العام. لكن حتى الآن على مستوى هذه المباراة فريق النادي الأهلي بالفعل متقدم 3-1.
مباراة بدون حكم، مباراة بدون حكم حتى الآن. يعني اعتقد انه اخوان المنظمين راحوا الان لغرف الملابس. الله يهديك، مباراة من غير حكم لا يجوز. طبعا هو عنده مبرراته بطبيعة الحال. انا اعتقد ان ربما يعني عملية الدفع اللي كانت من محمود كهرباء ربما هي اللي كهربت حكم المباراة وجعلته يترك الملعب مع طاقم التحكيم. ربما ايضا بانتظار ان تهدأ الامور، ولكن مثل ما قلت يعني من واجبات حكم المباراة انه هو يعني يشاهد ما الذي حدث، حتى لو في حالة اعتداء هو يقوم بعد ذلك بعملية الطرد مثلا او الانذار، لكن ان يترك الملعب هكذا. طيب الان من يسيطر على ارض الملعب امنيا؟ طبعا في جانب امني لا خلاف على ذلك، لكن اتحدث عن حكم المباراه بخبره ميدانيه كبيره، رجل عنده 44 سنه، شاهدناه قبل ايام عبر ابو ظبي الرياضيه يحكم مباراه مصيريه طبعا، وكانت مباراه دوري ابطال او تصفيات الامم الاوروبيه. قائدي الفريقين حسام عاشور وكذلك ايضا اللاعب الاخر عمرو جابر ذهبا الى غرف الملابس، واعتقد انه حكم المباراة الان سيعود. العقلاء الان يجب ان يكون صوتهم واحد موحد. نحن في ضيافة الإمارات، هذه المباراة تنقل على الهواء مباشرة للملايين في مصر والوطن العربي الكبير. علينا أن نقدم الصورة الراقية لكرة القدم المصرية، علينا أن نسعد هذه الآلاف المؤلفة الحاضرة المستمتعة. بالمناسبة ناس جايين من كل مكان من العالم، اللي جاي من مصر، اللي جاي من اوروبا، اللي مقيم هنا معزز مكرم في دولة الامارات العربية المتحدة، في دبي، في ابو ظبي، في الشارقة، في عجمان، في ام القيوين، في حقيقة الفجيرة، في راس الخيمة، في كل مكان يأتون لأن يستمتعوا في هذه الليلة الكبيرة في أجمل ملاعب العالم على الإطلاق.